عايز قهوة يا معلم؟ اه. لا، عشان تبقى تذاكر قوي وتبقى ما تزهقش من السينونيمز والانتونيمز الكتير. هي صعبة وكتير فعلا. اه لا كتير والله. يا اخي، كتير. ايش يا عم، هعمل لك حاضر. بس اقول لك على حاجة الاول. كنت فاكر اقول لك الكلمتين دول. طبعا انت اليومين دول عملت ايه؟ عمالة دماغك عمالة بتفكر في ان انت ايه اللي هيحصل يوم النتيجة، والدنيا هيحصل فيها ايه وانا خايف ومش خايف، صح؟ بس خليني اقول لك ان دماغك دي عامله زي موتور العربيه. موتور العربيه هو كده كده شغال، ايا كان انت موقف العربيه او ممشيها هو كده كده شغال. فالاحسن ان العربيه طول ما هي دايره ايه اللي يحصل فيها؟ ان هي تمشي. فبالتالي يا عم شهاب، لما تيجي تذاكر وتلاقي نفسك ان انت اتقفلت، ما تقفلش كتابك وتقعد تسيب نفسك للفراغ. الفراغ ده ما هو الا عدو لدماغك وعدو لنفسك. اول ما هتلاقي نفسك في فراغ، هتلاقي دماغك ما بتفكرش في اي حاجة غير عواقب اللي انت فيه ونتيجة اللي انت فيه. فبالتالي خلاص، انا طول ما انا الفراغ هو العدو ليا، يبقى انا طول ما الاقي نفسي في فراغ ما اديش الفرصة لدماغي ان هي تفكر في عواقب ونتائج الحاجة اللي جاية. لا، انا افكر في اللي في ايدي دلوقتي واللي انا اقدر اعمله دلوقتي، واللي هيجي بعدين ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وسيب التدبير على ربنا سبحانه وتعالى. خليك فاكر الكلمتين دول، دماغك موتور شغال، شغله صح، شغله صح.